السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. بسم الله. النهارده بقى هقول لكم التعليقات اللي جات لي على الغسالة التوشيبا ال 13 كيلو. في ناس بتقول حلوة وناس بتقول لا مش حلوة، بتنضف لا ما بتنضفش، نظامها ايه، عيوبها، مميزاتها، نظام كمان ما بعد البيع. هقول لكم كل حاجة. انا داخلة تقريبا دلوقتي في سنة الا، تمام. بس هقول لكم بقى كل حاجه. واللي عايز مثلا عصر لوحده، لا مثلا انت غسلتي غسيل من بره بره الغساله، حاجه على ايدك او اي حاجه وعايزه تعصري فيها بس، هقول لك تعملي ايه. كمان لو عايزه تغسلي الغسله غسيل بس من غير لا شطف ولا عصر، هبقى اقول لك برضو. يبقى عايزه غسيل بس او عايزه عصر بس، برضو سهله جدا. وهي يعني كل واحد على حسب استخدامه. وحتة ان الغسالات يا جماعة ان هي نوع كويس على طول الخط ونوع وحش على طول الخط، مفيش الكلام ده. كل واحد ليه حظه في الأجهزة دي بالذات، حظوظ أو استخدام كمان. كل واحد على حسب استخدامه إذا كانت كويسة أو وحشة، تمام. فطبعا كل واحد لو قعدتي تجربة كل واحد مش هتخلصي، لان كل واحد ليه تجربته وليه حكايته، سواء مع مع خدمة ما بعد البيع او تجربة الغسالة نفسها، تمام. على حسب استخدام كل واحد، تمام. المهم عشان ما نرغيش كتير، وطبعا رغينا، هنقول ايه. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده. انا حاطة غسلة، دي كده غسلة بالنسبة لي. الغسالة طبعا عايزة لها دورة نظافة كده، اللي هي من غير غسيل، تمام. هنعملها مع بعض برضو، هوريها لكم في مرة. المهم دلوقتي هوريكم بس ايه. بشغلها ازاي اوتوماتيك، اللي هي ما بدوسش غير زراير كتير. اول حاجة بسم الله كده بدوس اون، بتديني 70 دقيقة. اول ما هدوس ستارت هتبتدي ان هي تلف بالطريقة دي. ال70 بتختفي، وبفضل فاتحه عليها كده، وبعد كده بروح هبداها مره واحده عشان الجزء ده، السنه دي هي فين، السنه دي تنزل هنا. اول ما ادتني 70 كده لازم اهبد الهبده دي عشان اسمع التكه. سامعين التكه؟ تمام. هي كده هتشتغل. انا هعمل هولد عشان اعرف افهمكم، وهرجع اعمل اوف تاني. انا كده عملت اوف ورجعت من الاول وجديد. طيب ده الاساسي بتاعي. هي كده اتعملت التكه، لو سمعتوها ان هي فتحت. كانت طبعا هتسحب ميه وتشتغل وتاخد الدوره بتاعتها عادي جدا، تمام. طب انا مثلا عايزه اعصر بس، او خلينا في الغسيل الاول. انا دلوقتي عايزه اغسل بس، هعمل ايه؟ عادي جدا. هاجي اول حاجه هشغل الغساله نفسها. نظام الغساله نفسه هشغله ازاي؟ بأون. ابتدي بقى احرك من الحاجات اللي هنا دي انا ماليش دعوه بيها، لان كلمه عادي ده الغسيل العادي بتاعنا، تمام. سيبك من الزراير دي كلها. تعالي هنا عند كلمه العمليه. العمليه هيقول لي دوران، هروح انا دايسه الزرار العمليه ده هيجيب لي مستوى الميه، غسيل، شطف، دوران. ارجع تاني من اول وجديد، اقول له مش مستوى الميه، لا انزل تحت، غسيل. شوفي هنا مسح، دي كانت بتنور صح، دي بطلت تنور ليه؟ علشان انا هدخل دلوقتي على الغسيل. طيب الشطف ولا دوران؟ هنا طبعا بيقول لي 71، هقول له لا. كده يبقى انا بتكلم في ايه؟ لما انا هعمل عند الغسيل كده، هو بيتكلم في مستوى الميه. لا انا عند الغسيل هعمل ضبط 16 17 19 20. واخده بالك ان هنا بزود، هي ما فيهاش اكتر من 20 دقيقه، تمام. كده يبقى انا عملت الغسيل على 20 دقيقه بس. هتديني 76، لان طبعا فيها شطف ودوران. انا عايزه شطف بس، هعمل كده. خلاص انا عملت الشطف صح اهو، 20 الغسيل، سوري، الغسيل 20. هنزل عند الشطف اهي، كلمه شطف لما تنور وتطفي يبقى انا كده واقفه عند الشطف. هبتدي اعمل ضبط. هي طبعا بتقف لان انا صفر، فمش هتشطف اهي. طفت.
خدتي بالك؟ يعني انا لما باجي اقف عند اللمبه بتاعه الغسيل هتتنور وتطفي، هبتدي اقول لها ضبط. خلصت عملت الضبط، طبعا الغسيل على 20، اقصى حاجه 20 دقيقه. جيت نزلت بالكلمه العمليه، نزلت عند كلمه شطف. الشطف هتعمل لي ايه؟ هفضل ادوس على الزرار لحد ما اخليها صفر. صفر يعني مش هتشطف. تمام. طب ننزل على اللي بعديها، دوران. بصي انا عديت طبعا الصفر، هرجع تاني هفضل ادوس لحد ما ارجع عند الصفر تاني. صفر يبقى كده دوران. طفى. اذا فعندي الغسيل بس. شفتي انتي بقى ظبطتي، ما عملتش اي حاجه، ما لعبتش في اي حاجه من الزراير دي غير الزرارين دول. الزرارين دول العمليه والضبط. لما نزلت على كل مستوى بينور ويطفي من كلمه العمليه، خلاص بقى انا بقف عنده. مش عايزه شطف بعمل صفر، مش عايزه دوران بعمل صفر. يبقى هي دلوقتي كده هتشتغل 29 دقيقه. 29 دقيقه هتاخد غسيل، هتفضل تغسل بس، هتخلص وتقف. طبعا هتقف، انت هتبتدي تشغليها من اول وجديد بنفس الطريقه بنفس النظام. ده كده لما اكون انا عايزه اغسل بس. انا اول ما ادوس كلمه ستارت هتشتغل وتسحب ميه وكل حاجه تمام. تمام. وصلت؟ اتمنى انها تكون وصلت، واتمنى تكون يعني شرحي سهل. تمام. المهم، طب ده بالنسبه للغسيل. زي ما قلنا مستوى ميه شطف دوران بخليه على الصفر، بدوس عليه لحد ما اللمبه بتاعته تفضل تنور، اجيبه هنا على بكلمه الضبط صفر، يبقى خلاص كده خلصت. مش هيشطف، مش هيعمل دوران، مش هيعصر يعني. وطبعا المستوى الميه هو كده كده بيحدده لوحده. ده كده بالنسبه ان انا عايزه اغسل غسله بس. تمام. تمام. طيب انا عايزه اعصر، هعمل ايه؟ هلغي. طب انا هلغي، بصوا خالص، بصوا. طب انا هقولك على حاجه، انا هعمل ستارت برضو نفس الحكايه. انا عند الغسيل اهو عملت ستارت. ماشي. هبتدي اخبط، انا بتاعتي المفروض انها بتتخبط لان هو الفني قال لي كده لازم اخبط كده عشان تسمع صوت اللوك كده. تمام. اظن سمعتوها. هي كده بتسحب ميه 29 دقيقه زي ما قلت لك اهي، مستوى ميه وغسيل. يبقى كده 29 دقيقه. الميه طبعا بارده، يبقى انا ما لعبتش في اي حاجه في الزراير غير ان انا فتحت الغساله، عملت لها اون، عملت العمليه وعملت الضغط على الغسيل بس. هي كده بصوا هتاخد مستوى ميه وغسيل بس، مش اي حاجه تاني، مش هتعصر. هتخلص وهترجعي بقى انت من اول وجديد تعمليها من اول وجديد. تمام. تمام. طيب انا معلش بقى هرجع اعمل لها هولد. ليه؟ عشان انا طبعا مش عايزه غسيل بس، انا عايزه كله مع بعض. هيفك اللوك او زرار الامان اهو، نعمل اوف. كده طفت، كده طفت. سمعتوا صوت اللوك بتاعها او صمام الامان ده whatever بيسموه ايه يعني. طيب هبتدي من اول وجديد تاني، هعمل اون. لو انا عايزه اعصر بس، يعني انا بكلمكم في حتت اللي هو احنا ساعات بتبقي مثلا غسلتي اي حاجه بره على ايدك وعايزه تعصري بس، او معاكي حاجه مش عايزه تغسليها وتهلكيها في الغساله عشان الغساله ما تبهدلهاش، هنعصر بس. هنعمل ايه؟ طبعا هو جايب لي على الثلاث اختيارات، غسيل وشطف ودوران 70 دقيقه. لا انا مش عايزه الثلاثه، انا هنزل برضو بكلمه العمليه عند مين؟ كلمه دوران ضبط. اعلى حاجه 10 ولا 9 ثواني، 9. تمام. مفيش اكتر من 9. طيب كده انا هقول له تمام، يعني 13 دقيقه. هبتدي ادوس على كلمه ستارت، هيبدا يعمل لي دوران وخلاص. شكرا. ما فيهاش اي حاجه صعبه. يعني انا شغلانتي من الزرارين دول. عايزه تظبطي المستويات دي، الزرارين دول. الزرار ده بيفضل يروح ويجي معاكي من فوق لتحت. اللي بينور هو اللي انا واقفه عنده، هو اللي انا بحدد الدقايق بتاعته. اللي ما بينورش خلاص انا مش عنده، مش عايزاه، هتعملي عليه صفر. يعني كده شطف اهو، لو انا عملت صفر اهو، صفر شطف صفر، يبقى انا مش هيشطف. بس هتطفي، هيغسل وهيعمل دوران، مش هيشطف بس.
تمام. فانت اللعب كله ما بين الزرارين دول، مالكيش دعوه بقى بالحاجات التانية دي طبعا لو دوستي عليها مرتين بتبقى الضبط بتاعه اللوك بتاعه الاطفال، القفل الاطفال. الحاجات التانية دي طبعا احنا شرحناها في الفيديو اللي فات. السرعه بقى، عايزه تحركي السرعه، عايزه الدوران، الجينز يبقى معاكي بطانيه، وما انصحش ان احنا نحط فيها بطانيه يعني عشان تحافظي على الجهاز بتاعك. تمام. بس كده. طيب بصوا يا بنات، انا دلوقتي هشغلها على ايه؟ على الغسيل. هرجع كده من الاول واعمل ستارت، سوري اون 70، واعمل ستارت. شكرا. انا بريح دماغي واعمل الحركه دي. ليه بقى؟ لان هي كده كده هتشطف وتغسل وتعصر وخلاص على كده، وبتطلع الغسيل طالما انت حاطه الاريال بتاعك هتطلع الغسيل زي الفل. لحظه بقى واحده، انا كده هحط الغسيل بتاعها. ماشي. هحط كمان مسحوق الكلوركس الالوان. تمام، لان هو قال لي ما تحطيش حاجه هنا خالص، ده ما بنحطش فيه اي حاجه. تمام. سمعتوا صوت اللوك؟ هي كده هتبتدي تسحب ميه. طبعا هنتكلم شويه من ضمن ما هي الغساله شغاله. طبعا هي الدرجات كده هتبقى قدامكم ان هي بتقلل في عدد الوقت بالدقايق، فهنشوف مع بعض. هي دلوقتي كده بتسحب ميه. تمام. في اسئله جات لي كومنتات على الفيديو اللي فات ان الغساله مش حلوه، ما بتنضفش. طب ما بتنضفش لان شوفي النوع المسحوق بتاعك كويس ولا لا. وبعدين ما تجيبيش مثلا لبس الاطفال اللي فيه بقع او كده وان انتي ترميه في الغساله عايزه تطلع لك زي الفل. هي اول ما جبتها بصراحه يعني انا استغربت من نظامها، لان هي بتلف لفه نص لفه كده وترجع تاني. فاللي هو بقيت ابص فيها اللي هو انتي يعني انت هتشتغلي ازاي؟ ده انت حتى مش بتلفي لفه كامله. بس فيما بعد هي اصلا المفروض ان فيها بابل بيطلع. حتى بصوا هنا، بصوا معلش هي مبصمه طبعا عشان اسود. بصوا هي فين؟ بيقولك ان هنا في بابل بيطلع، الترا فاين بابل. البابل دوت هو بيطلع بيخليها تنضف الغسيل. انت هتظبطي نوع المسحوق. انا عن نفسي بستخدم اوكسي كلوركس الالوان زي ما شفتوا مع بعض انا حطيته. كمان لو في عندك هدوم الاطفال فيها بقع حط لها، امسكي كده مثلا اي التيشيرت او اي حاجه عليها البقعه ونضفي البقعه بتاعتها عليها. حطي بس المسحوق بتاعك على البقعه نفسها وحطيها في الغساله، هتبصي تلاقيها طالعه ان شاء الله زي الفل. يبقى انت كده ظبطتي المسحوق، ظبطتي الدوره بتاعتها، هتطلع لك ان شاء الله زي الفل. تمام. تمام. انا كانت بتعمل معايا ايه مع الغسيل الابيض؟ كانت بتعذبني لان هي كانت مفروض الغسيل الابيض بتحطي له كلور او حاجه عشان ينضف. كانت لا، المفروض ان انت ما بتحطيش في العلبه بتاعتها، العلبه اللي انت بتحطي فيها المسحوق دي ما بيتحطش فيها. ليه؟ لان انت اول ما بتحطي المسحوق السائل او الكلوركس او الكلور الابيض بتبصي تلاقيه نزل في وقتها، فبينزل على الهدوم بقى طبعا انت عارفه الكلور ينزل على الهدوم البيضاء او على اي حاجه هيلونها. تمام. المهم ده كان سؤال بالنسبه لنظافتها على حسب ما انت هتظبطي المسحوق والحاجه اللي انت حطاها جواها. هي بصراحه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك فيها لكل اللي عنده. لا حلوه وكويسه. طب خدمه ما بعد البيع. خدمه ما بعد البيع دي انا جربتها لما جم ركبوها، يا رب ما احتاج لهم ويا رب ما يحوجني ليهم وتفضل شغاله وكويسه. بس اللي انا اتكلمت عنه لما كنت جم وركبوها واتصلوا مره واتنين وتلاته، وها المندوب عمل معاكي ايه، ها ركبها كويس تمام كويسه، محتاجه حاجه تابعوا معايا. فانا قلت كويسه بالنسبه للي انا شفته، بالنسبه اللي هي لسه ما فيش اي حاجه الحمد لله اللهم بارك الله اكبر ما شاء الله. فانا مش هتكلم عن حاجه، كل واحد طبعا بيحكي عن تجربته
وربنا يكون في عون اي حد، لان الاجهزه دلوقتي بقت غاليه جدا، فاللي بيتلسع فيها يعني ربنا يعينه. تمام. المهم، كنت في سؤال تاني، اللي هو مثلا ما بتقطع الهدوم. هقولك على حاجة، اي غسالة هتنسي فيها دبابيس طرحة، الابر، الحاجات دي هتبصي تلاقيها قاعدة في الغسالة وهتقطع لك في الغسيل، لان انا فعلا لقيت حاجة زي كده. فلقيت الدبابيس الطرحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الدبابيس زي كده هي اللي هتبقى بتقطع لك في اللبس وفي الحاجة بتاعتك. عملة بقى اللي هي الجنيهات نسيتيها مثلا في الغسالة او في هدوم او حاجة، فخلي بالك من التركات دي، حاجات بسيطة وفي نفس الوقت ايه بتفرق وبتديك انطباع مش حلو عن الغسالة بتاعتك. متهيألي دول اكتر حاجة. وهي الجزء بتاع العصر والشطف والغسيل بس. يعني في ناس كانت مثلا عايزه تغسل مره واتنين وتلاته، دي الطريقه اللي قلت لكم عليها في الاول. لو انت عايزه تعصري بس، غسلتي بره حاجه وعايزه تعصريها بس في الغساله، دي اسهل طريقه، مفيش يعني اسهل من كده. بس دي كانت الاسئله الاغلبيه. بس كده يا ست الحلوين، كانت بقى الغسالة خلصت الدورة بتاعتها زي ما قلت لكم على 70 دقيقة، يعني ساعة وعشر دقايق. وكده لما اول ما فتحت بقى لقيت الغسيل لافف على بعضه. طبعا دي الحركة الوحيدة اللي بتضايق منها، لان بيبقى الغسيل ماسك في بعضه فبيضايقني. المهم، ما علينا، زي ما قلت لكم بقى الغسيل ما شاء الله طلع زي الفل. ظبطي المسحوق بتاعك، وظبطي الكلوريكس الالوان، هيطلع لك زي الفل ان شاء الله. انا حاطه كلها حاجات ممكن تبقى الوان مختلفه، بس كلها حاجات نظيفه. تمام. بس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك واشتراك للقناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. ده الفيديو للناس اللي طلبوه مني، واتمنى ان تكونوا استفدتوا منه، ولو معلومه بسيطه جدا. متنسيش بقى اللايك. باي باي.